بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم مع درس جديد، الحركة الموجية. هنعمل نشاط يوضح يعني إيه حركة موجية. فهنجيب الأدوات: أنبوبة مجوفة طولها 30 سنتي، شمعة، عود بخور مشتعل، وشوكة رنان. الخطوات: ثبت الأنبوبة أفقيا، وضع أمام إحدى فوهاتها شمعة مشتعلة زي ما احنا شايفين، وأمام الفوهة الأخرى عود بخور، ونطرق شوكة رنانة بجواره. الملاحظة: هنلاحظ اهتزاز لها بالشمعة زي ما احنا شايفين يمينا ويسارا، لكن عود البخور الدخان بتاعه مش هيطلع من الناحية التانية. يبقى أنا هلاحظ إن الشمعة بتهتز يمينا ويسارا، لكن البخور أو الدخان بتاع البخور مش هيطلع في الجنب التاني من الفوهة. إذن التفسير: عند اهتزاز الشوكة الرنانة بتتولد طاقة صوتية بتنتقل عبر الأنبوبة من الشوكة الرنانة إلى لهب الشمعة في صورة أمواج صوتية، وأثناء انتقال الأمواج دي بما تحمله من طاقة بتهتز دقائق الوسط اللي هي جزيئات الوسط بتاع الهواء، يعني اللي هي جزيئات الهواء المختلط بالدخان في مواضعها دون أن تنتقل من مكان إلى آخر. يعني بتنتقل لأعلى والأسفل في نفس الموضع بتاعها، مش بتتحرك من مكان لمكان آخر. الحكاية دي بالظبط عاملة زي ما تيجي تنظف سجادة، بتيجي شايلها ورافعها لفوق ومنزلها لأسفل، فالتراب اللي عليها يصعد وينزل زي الرسمة اللي قدامنا دي. بص كده اهو، بيصعد وينزل يصعد وينزل، بس هل هو بيتحرك؟ لا، بيتحرك في مكانه. فهو نفس الفكرة، ان تم انتقال الطاقة عن طريق تحرك جزيئات الوسط في مواضعها في نفس مكانها. إذن الاستنتاج ينشأ عن اهتزاز دقائق الوسط أثناء انتقال الموجة حركة. الحركة ديت اسمها الحركة الموجية، والاتجاه بتاعها اسمه خط انتشار الموجة. اسمه خط انتشار الموجة. الموجة هي الاضطراب اللي بينتقل ويقوم بنقل الطاقة في اتجاه انتشار، دي الموجة. طب الحركة الموجية هي الحركة الدورية الناشئة عن اهتزاز دقائق الوسط في لحظة ما وباتجاه معين. خط انتشارها اللي هو خط انتشار الموجة هو الاتجاه اللي بتتقدم فيه الموجة. نيجي لأنواع الموجات، هنقسمها تقسيمين. أول تقسيم تبعا لاتجاه اهتزاز جزيئات الوسط، فهنلاقيها بتنقسم لحاجتين: لموجات مستعرضة وموجات طولية. ديت موجة مستعرضة اللي احنا شايفينها فوق، ودي موجة طولية اللي احنا شايفينها تحت. طيب ايه تعريفهم؟ الموجة المستعرضة هي الاضطراب الذي تهتز فيه جزيئات الوسط عموديا على خط انتشار الموجة او على اتجاه انتشار الموجة اهو، يبقى عموديا لأعلى والأسفل، هو ده خط انتشار الموجة. بينما في الموجة الطولية هو الاضطراب الذي تهتز فيه جزيئات الوسط على نفس خط انتشار الموجة، مش عموديا بقى في نفس الخط اهو، مش عموديا لأعلى والأسفل، لا، في نفس الخط. الموجة المستعرضة بتتكون من قمة وقاع، يبقى قمم وقيعان. بينما الموجة الطولية بتتكون من تضاغطات وتخلخلات. طب هو يعني ايه القمة ويعني ايه القاع؟ قال لك القمة هي اعلى نقطة بالنسبة لموضع الاتزان في الموجة المستعرضة، يبقى اعلى نقطة موضع الاتزان اللي هو ده، اعلى نقطة اللي هي القمة. طب والقاع اقل نقطة بالنسبة لموضع الاتزان اللي هو ده او ده. ده قاع وده قاع، وده قمة وده قمة. طب التضاغط قال لك المنطقة التي ترتفع فيها كثافة وضغط الموجة الطولية، يعني منطقة زحمة اللي هي هنا دي اهي، دي التضاغط، والحتة اللي في النص تخلخل، يبقى اهو تضاغط اهو. طب والتخلخل قال لك التخلخل المنطقة التي تنخفض فيها كثافة وضغط الموجة الطولية، يعني منطقة واسعة عن بعضها اهو، ده تخلخل اهو. يبقى ده تضاغط وده تخلخل، ودي قمة ودي قاع. هنا انا بعمل الاهتزاز في الموجة المستعرضة الاعلى والاسفل، لكن في الموجة الطولية بيبقى الاهتزاز لليمين والى اليسار.
بعد كده ناخد تطبيق حياتي، حمامات العلاج الطبيعي اللي هي الجاكوزي. طبعا الجاكوزي ده بيوجد في معظم النوادي الرياضيه الهامه او النوادي الرياضيه الغاليه يعني، بيبقى فيها حمامات علاج طبيعي اسمها جاكوزي. دي عباره عن احواض بيتحرك فيها الماء على شكل امواج دائريه زي ما احنا شايفين هنا. الصوره واضحه جدا، ده لقطه من فيلم دم الغزال، بس شلنا منها الجزء. هي هتدخل يسرى دلوقتي، شلنا احنا يسرى عشان احتراما للناس اللي قدامنا. وده الاعلان اللي تحته ده بتاع عيش ملك اللي هو بتاع ادوارد، برضو داخل الجاكوزي، اللي هو ما تكلمش سوزي لما تبقى في الجاكوزي. فالجاكوزي ده عبارة عن احواض فيها المية بتتحرك بشكل دائري، لها وظيفتين. لو انت عندك تشنج عصبي، زهقان، عندك توتر عصبي، عندك مشكلة، فبتحط مية باردة. ولو تشنج عضلي، يعني زي لعيبة الكورة بتعمل مجهود عضلي كبير، بيحط لك مية دافية. يبقى الجاكوزي بيستخدم يا اما مية دافية يا اما مية باردة، باردة في حالة التشنجات العصبية، ودافية في حالة التشنجات العضلية. حتى الحكاية دي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا عليها، انك انت لما تبقى متنرفز اتوضى، يعني تطفي النار، لان النار من الشيطان او الشيطان خلق من النار، فلما بتتوضى بتهدى. هي نفس الفكرة كده، نفس الفكرة بتاعتها. طب نيجي لأنواع الموجات، بس هنا المرة دي تبعا لقدرتها على الانتشار. فقال لك في نوعين من الموجات، موجات ميكانيكية وموجات كهرومغناطيسية. الموجات الميكانيكية محتاجة وسط مادي تنتقل خلاله، فلا يمكنها الانتشار في الفراغ. يعني ما تقدرش تمر في الفراغ، زي الفراغ اللي بعد الغلاف الجوي اللي موجود بعد الغلاف الجوي لحد الشمس، في فراغ مفيش هواء، يبقى مفيش وسط مادي، يبقى ده فراغ ما تقدرش تمشي خلاله الموجات الميكانيكية. لكن الموجات الكهرومغناطيسية لا يلزم لانتشارها وجود وسط مادي، فيمكنها الانتشار في الفراغ. الموجات الكهرومغناطيسية دي تقدر تعدي في الفضاء الخارجي. الموجات الميكانيكية فيها نوعين، مستعرضة وطولية. الموجات الكهرومغناطيسية كلها مستعرضة. الموجات الميكانيكية السرعة بتاعتها قليلة، الموجات الكهرومغناطيسية سرعتها أكبر بكتير جدا من الموجات الميكانيكية، بتوصل ل3 في 10 أس 8 متر على الثانية. طبعا الأس ده يعني عدد الأصفار، يعني 1 وقدامه 8 أصفار، 8 أصفار يعني 100 مليون، يعني هي سرعتها 300 مليون متر على الثانية. طب ايه الامثله بتاعت الموجات الميكانيكيه؟ قال لك زي موجات الماء ودي مستعرضه، وزي موجات الصوت وديت موجات طوليه. طب الموجات الكهرومغناطيسيه زي موجات الضوء وموجات الراديو المستخدمه في اجهزه الرادار، زي الرادار كده، وطبعا هما الاثنين مستعرضين. في معلومه اثرائيه بتقول لك ان الموجات الكهرومغناطيسيه اللي احنا شايفينها قدامنا دي تعتبر من الموجات المستعرضة اللي يمكنها الانتشار في الفراغ لسبب معين. هي ليه بتنتشر في الفراغ؟ قال لك لتكونها من مجال كهربي ومجال مغناطيسي متعامدة على بعضها من جهة، وعلى اتجاه انتشار الموجة من جهة أخرى. يبقى هم متعامدين على بعض، المجال المغناطيسي اللي بالأحمر والمجال الكهربي اللي بالأزرق، وخط انتشار الموجة اللي هو بالأسمر ده. يبقى هم متعامدين هم الاثنين من جهة، ومن جهة أخرى متعامدين على خط انتشار الموجة، زي ما احنا شايفين في الرسمة اللي قدامنا دي أو في الصورة المتحركة اللي قدامنا. فهم متعامدين على بعض في نفس الوقت متعامدين على خط انتشار الموجة. في ملحوظة قال لك إن بتتشابه الحركة الاهتزازية مع الحركة الموجية اللي هي مستعرضة أو طولية، في إمكانية تمثيل كل منها بالشكل التالي: القمة في الموجة المستعرضة بيقابلها التضاغط في الموجة الطولية، والقاع في الموجة المستعرضة بيقابله التخلخل في الموجة الطولية. يبقى أنا عندي الموجة المستعرضة والموجة الطولية، ممكن إن أنا أمثل كل منهم بالشكل المقابل، الشكل اللي قدامي ده. خلاص، القمة في الموجة المستعرضة بتقابل التضاغط في الموجة الطولية، والقاع في الموجة المستعرضة بيقابل التخلخل في الموجة الطولية. أسئلة علل المجاب عنها: علل لا نسمع صوت الانفجارات الشمسية لكننا نرى الضوء الصادر عنها. الانفجارات الشمسية اللي بتحصل في الشمس اللي احنا شايفينها دي
ما بنسمعهاش لكن بنشوفها. ليه؟ قالك اصل الصوت موجات ميكانيكية ما بتنتشرش في الفراغ، ما تقدرش تعدي من الفراغ وتدخل الغلاف الجوي. لكن الضوء موجات كهرومغناطيسية بتنتشر في الفراغ. يبقى إذا لأن الصوت موجات ميكانيكية لا تنتشر في الفراغ، بينما الضوء موجات كهرومغناطيسية تنتشر في الفراغ. علل سماع صوت الرعد بعد رؤية البرق رغم حدوثهما في وقت واحد. البرق والرعد بيحصلوا في وقت واحد، لكن بنسمع الصوت بعد ما بنشوف البرق. أصل البرق ده ضوء، والضوء موجات كهرومغناطيسية، والرعد ده صوت، والصوت موجات ميكانيكية. واحنا قلنا ان الموجات الكهرومغناطيسية اسرع من الموجات الميكانيكية. هتقول لان سرعة انتشار موجات الضوء اكبر بكثير من سرعة انتشار موجات الصوت في الهواء. مفاهيم مرتبطة بالحركة الموجية. هناخد الطول الموجي للموجة المستعرضة لام. الطول الموجي هو المسافة بين اي قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين، يبقى بين قمتين او قاعين متتاليين. طب لو هي الموجة طولية، يبقى الطول الموجي للموجة الطولية لام هو المسافة بين مركزي أي تضاغطين أو تخلخلين متتاليين، يبقى مركزي تضاغطين أو مركزي تخلخلين. يقدر الطول الموجي لام بوحدة المتر ميم، ومن أجزاء المتر الملي متر والميكرو متر والنانو متر. طبعا الملي متر 1×10⁻³ متر. طبعا لو جالك الأس بالسالب معناها انك هتقسم، لو جالك من غير سالب يبقى بتضرب، يعني 10⁻³ يعني 1000، 10⁻³ بسالب 1000، 10⁻6 بمليون، 10⁻6 بواحد على مليون، يبقى بتقسم على مليون. فهنا الملي متر 1×10⁻³ يعني جزء من 1000 جزء من المتر، 1/1000 من المتر. الميكرو متر 1×10⁻6 من المتر، يبقى 1/1,000,000 جزء من المتر. النانومتر 1/1,000,000,000 من المتر، لأن 9 يعني 1000,000,000، يعني 1000,000,000 يعني مليار، يبقى 1/1,000,000,000 من المتر. سعة الموجة زي سعة الاهتزازة، هي أقصى إزاحة تصل إليها جزيئات الوسط المادي بعيدا عن موضع السكون. أدي موضع السكون أهو، أقصى إزاحة سواء لأسفل أو لأعلى، دي اسمها سعة الموجة. تقدر سعة الموجة برضو بوحدة المتر. طب سرعة الموجة، أي سرعة في الدنيا بتساوي مسافة على الزمن. فأنا هنا هعملها في مثلث كالعادة زي ما قلنا قبل كده. يبقى أنت عندك السرعة بتساوي المسافة على الزمن، الزمن بيساوي المسافة على السرعة، المسافة بتساوي السرعة في الزمن. يبقى أنت بتعملها في مثلث وتجيب أي حاجة من التلاتة ما فيهاش أي مشكلة. طبعا السرعة بتختلف، الهواء عن الخشب عن المية بيختلف، والمادة الصلبة بيبقى أكبر سرعة طبعا من المادة السائلة، وأكبر من المادة الغازية، يبقى صلب وبعدين سائل وبعدين غازي. وبتقدر السرعة بوحدة المتر لكل ثانية، يعني متر على ثانية أو متر لكل ثانية. نيجي للتردد. تردد الموجة زي التردد اللي أخدناه قبل كده، عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثواني، هنا عدد الموجات الكاملة على الزمن بالثواني. ويقدر تردد الموجة بوحدة الهرتز، بوحدة الهرتز Hz. في ظاهرة اسمها ظاهرة الرنين، وهي تحطم الأجسام الزجاجية عند اتفاق التردد الطبيعي لها مع تردد مصدر صوتي قريب، نتيجة لزيادة سعة اهتزازتها بشكل كبير. يعني ايه؟ هي بتنكسر ليه الأجزاء؟ قالك لما بيصدر صوت التردد بتاعه نفس التردد الطبيعي للجسم اللي بيتكسر ده، نتيجة زيادة سعة اهتزازها بشكل طبيعي. سعة الاهتزازة بتزيد، اللي هي أقصى إزاحة بتصل إليها جزيئات الوسط. والحكاية دي بتحصل لما مثلا تبقى طيارة معدية تخترق حاجز الصوت، تعدي حاجز الصوت، زي الطيارات بتاعة الجيش مثلا في أثناء ثورة يناير، كانت بتعدي على ميدان التحرير وبتعدي حاجز الصوت، فتكسرت كل الايه الشبابيك الإزاز اللي كانت على الايه على الميدان. خلاص. طيب نيجي ناخد أسئلة مجاب عنها. قبل ما ناخد الأسئلة المجاب عنها في معلومات إثرائية. بيقول لك إن الضوء المرئي من 380 ل 700 نانومتر، والأشعة تحت الحمراء 10⁻³ إلى 10⁻6 نانومتر. الميكروويف اللي هي موجات الميكروويف
10 أس 6 ل 10 أس 9 نانومتر. ده طبعا الطول الموجي بتاعها، اللي هي المسافة. احنا قلنا الطول الموجي والمسافة بين قمتين متتاليين أو قاعين متتاليين أو مسافة بين تضاغطين أو تخلخلين. وطبعا هنا في الحالة بتاعتنا ديت الضوء والأشعة تحت الحمراء والميكروويف، ديت الطول الموجي بتاعها. قال لك المعلومة التانية إن أمواج المد البحري المدمرة اللي هي اسمها تسونامي بيصل طولها الموجي إلى 200 كيلومتر. الطول الموجي يعني المسافة بين قمتين، يعني بين قمة الموجة دي وقمة الموجة اللي بعدها، وسعتها إلى 30 متر. ساعتها يعني الارتفاع بتاعها، ارتفاع الموجة 30 متر، وسرعتها إلى 800 كيلو متر على الساعة. يا الله، كانت سريعة جدا. يعني شوف، تصور 800 كيلو متر على الساعة، يعني أسرع من القطر كمان. قال لك علل يتحطم الكوب الزجاجي القريب من مصدر صوتي قريب، هنقولهم لاتفاقهما في التردد نتيجة زيادة سعة اهتزاز الكوب بشكل كبير. يبقى لما بيتفقوا في التردد فنتيجة زيادة سعة الاهتزازة بتاعة الكوب بينكسر. قال لك ما معنى قولنا أن سعة موجة ميكانيكية 2 سنتي، هنقوله أي أن أقصى إزاحة تصل إلى جزيئات الوسط بعيدة عن موضع سكونها بتساوي 2 سنتي. 2 سنتي يعني 2 من 100 من المتر، لأن المتر فيه 100 سنتي. ما معنى قولنا أن المسافة التي تقطعها موجة في الماء خلال دقيقة تساوي 600 متر؟ يبقى أي أن سرعة الموجة ب10 متر على الثانية. طب أنت جبتها منين؟ قسمت ال600 اللي هي المسافة على الزمن اللي هو دقيقة. الدقيقة ب60 ثانية، يبقى 600 على 60 تديني 10 متر لكل ثانية. يبقى عين بتساوي فيها على زين، 600 على 60 تساوي 10 متر للثانية. في تدريب تاني اهوت، بقول لك قارن بين س وصاد، الموجة س والموجة صاد. أول حاجة لو احنا بصينا كده هنلاقي إن دي واخدة 2 متر، الساعة بتاعتها ساعة الموجة ديت 2 متر، لكن الموجة صاد ساعة الموجة بتاعتها 4 متر. لكن هما الاتنين هنلاقي الطول الموجي بتاعهم واحد. يبقى إذا ساعة الموجة س اللي هي دي تعادل نصف ساعة الموجة صاد، لأن دي ب2 ودي ب4. بينما الطول الموجي لس بيساوي الطول الموجي لصاد، اهو نفس الطول الموجي. خلاص، نيجي لقانون انتشار الأمواج. قانون انتشار الأمواج بيقول لك سرعة الموجة، احنا قلنا السرعة بتساوي المسافة على الزمن. طب لو أنا ما عنديش الحكاية ديت أعمل إيه؟ قال لك تضرب التردد في الطول الموجي، يبقى بتساوي ت في لام. يبقى أنت هتقول عين بتساوي ت في لام، أو ممكن تقولها كلمة على بعضها، كلمة عتل، حتى دي في كلمة في القرآن الكريم. يبقى عين ت لام، العين بتساوي ت في لام، ت اللي هي التردد ولام اللي هي الطول الموجي. خلاص، قال لك يمكن تطبيق قانون انتشار الأمواج على جميع أنواع الموجات، ممكن أطبقه على كله. قال لك تدريب نمرة 5، احسب الطول الموجي بوحدة المتر لموجة ضوء مرئي ترددها 6 في 10 أس 8 هرتز وسرعتها 3 في 10 أس 8 متر أس 8 متر على الثانية. فأنت هتقول لام بتساوي عين على ت، عين اللي هي السرعة اللي هي 3 في 10 أس 8 على ت اللي هي التردد اللي احنا جايبينه 6 في 10 أس 8، يبقى هتقسم هتطير ده مع ده، يبقى 3 على 6 هتديك نص، 5/10 متر. قال لك وقفت فتاة تراقب موجات الماء فشاهدت 4 موجات تمر في 2 ثانية، الطول الموجي لكل منها نص متر. عايز واحد تردد الموجة هيدينا كام وسرعة الموجة هيدينا كام. تردد الموجة طبعا هيدينا 2 هرتز. ازاي؟ احنا تردد الموجة ت بيساوي عدد الموجات الكاملة على الزمن بالثواني. احنا قلنا ان هم 4 موجات والزمن ثانيتين، ال4 موجات في ثانيتين، يبقى التردد 2 هرتز، يبقى 4 على 2 يدينا 2 هرتز، يبقى هنختار الاختيار الاول. طب والسرعة؟ السرعة بقى هنجيب التردد اللي احنا جبناه وهنضربوه في الطول الموجي اللي هو مدهوني ب5/10، يبقى عين بتساوي ت في لام، ت اللي هو التردد اللي احنا لسه جايبينه ب2 هرتز في لام الطول الموجي اللي هو ب5/10 متر، يبقى 2 في نص تدينا 1 متر لكل ثانية، يبقى هو الاختيار ده.
قال لك من الشكل المقابل، وركز بقى في السؤال ده لأنه مهم وبيجي في الامتحان، هو ده بالظبط. قال لك في الشكل المقابل عايز الطول الموجي، التردد، سعة الموجة، سرعة انتشار الموجة. طيب ناخدها واحدة واحدة. الطول الموجي هو المسافة من قمتين متتاليين أو قاعين متتاليين. هو مديني من أول هنا لحد هنا 4، وساعات يجيبها لك يقول لك من القمة الأولى إلى القمة الثالثة. من القمة الأولى إلى القمة الثالثة تقسم على 2، لأن من هنا لهنا ده طول موجي، ومن هنا لهنا ده طول موجي تاني. يبقى الأربعة دي تقسمها على 2، يبقى الطول الموجي من القمة للقمة اللي بعدها على طول يبقى ده طول موجي، يبقى يساوي 2. أقسم دول على 2. طب والتردد؟ التردد ده تجيبه بكذا طريقة. يا إما تجيب الزمن الدوري وتجيب 1 على الزمن الدوري، يا إما تقسم عدد الموجات الكاملة على الزمن بالثواني. خلاص. طب وسعة الموجة؟ سعة الموجة بتقيس المسافة دي، المسافة دي اهو، يبقى بواحد متر. طب وسرعة انتشار الموجة هنقوله عين بتساوي ت في لام، التردد اللي احنا جبناه، في لام اللي هو الطول الموجي اللي احنا برضو جبناه. نشوف الحل بقى. يبقى الطول الموجي لام بتساوي 4 على 2، بتساوي 2 متر، لأن المسافة بين قمتين متتاليتين هو ده الطول الموجي، لكن هو هنا جايب لي بين القمة الأولى والقمة التالتة، يبقى دول 2 طول موجي مع بعض. يبقى من هنا لهنا بس دول نصهم، الأربعة الاتنين تساوي 2 متر. التردد بيساوي عدد الموجات الكاملة على الزمن بالثواني. طب أنا عندي هنا هو مديني المسافة من أول هنا لهنا ب2 من 10 ثانية. 2 من 10 ثانية دولت نص موجة، نص موجة. يبقى يا تضربها في 2، تقول 2 من 10 في 2 تديك 4 من 10، يبقى ده الزمن الدوري، وتقسم 1 على 1 من 4 من 10. يا اما تمشي بالقانون العادي ان دي نص موجة، يبقى هتقول عدد الموجات الكاملة نص موجة على 2 من 10، يبقى 5 من 10 على 2 من 10 اللي هي نص موجة، يعني 5 من 10 على 2 من 10 تدينا 2.5 هرتز. يبقى يا اما تجيب الزمن الدوري وتخليه 1 على الزمن الدوري، يا اما خليك في القانون الاسهل اللي هو عدد الموجات الكاملة على الزمن بالثواني. ده نص موجة، يبقى 5 من 10 على 2 من 10 تساوي 2.5 هرتز، 2.5 هرتز. طب سعة الموجة 1 متر، طبعا الارتفاع ده 1 متر. سرعة انتشار الموجة عين بتساوي ت في لام، اللي هو التردد اللي احنا جبناه ب2.5 في الطول الموجي اللي هو ب2، يبقى 2.5 في 2 تدينا 5 متر على الثانية. قال لك أمواج صوتية ترددها 200 هرتز وطولها الموجي في الهواء 1.7 متر. احسب سرعة انتشار الموجة في الهواء اللي هي عين بتساوي ت في لام، والطول الموجي اللي هو لام لو كانت سرعة انتشارها 1500 متر على الثانية. يبقى الحتة اللي تحت ديت تعتبر مسألة لوحدها، ناخدها واحدة واحدة. ناخد أول حاجة اللي هي سرعة انتشار الموجة. هنقول له سرعة انتشار الموجة عين بتساوي ت في لام، اللي هو التردد في الطول الموجي، ادي التردد ب200 والطول الموجي ب1.7 متر، يبقى 200 في 1.7 يساوي 340 متر على الثانية. طب المسألة التانية اللي تعتبر بمثابة مسألة لوحدها، الطول الموجي. الطول الموجي هو لام بتساوي عين على ت، اللي هي سرعة انتشار الموجة على التردد. طب سرعة انتشار الموجة بكام؟ ب1500. ما تكتبليش بقى سرعة انتشار الموجة اللي انت مطلعها ب340، هو مديها لك هنا ب1500 على تردد الموجة. التردد طبعا موجود ب200، يبقى 1500 على 200 تدينا 7.5 متر. مع خالص تمنياتي بالنجاح والتوفيق، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم سهل لجميع الطلاب دراستهم ووفقهم ونجحهم يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفاهيم مرتبطة بالحركة الموجية. هناخد الطول الموجي للموجة المستعرضة لام. الطول الموجي هو المسافة بين أي قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين، يبقى بين قمتين أو قاعين متتاليين. طب لو هي الموجة طولية، يبقى الطول الموجي للموجة الطولية لام هو المسافة بين مركزي أي تضاغطين أو تخلخلين متتاليين، يبقى مركزي تضاغطين أو مركزي تخلخلين. يقدر الطول الموجي لام بوحدة المتر ميم، ومن أجزاء المتر الملي متر والميكرو متر والنانو متر. طبعا الملي متر 1 في 10 أس سالب 3 متر. طبعا لو جالك الأس بالسالب معناها انك هتقسم، لو جالك من غير سالب يبقى بتضرب، يعني 10 أس 3 يعني 1000، 10 أس سالب 3 بسالب 1000، 10 أس 6 بمليون، 10 أس سالب 6 بواحد على مليون، يبقى بتقسم على مليون. فهنا الملي متر 1 في 10 أس سالب 3 يعني جزء من 1000 جزء من المتر، 1 على 1000 من المتر. الميكرو متر 1 في 10 أس سالب 6 من المتر، يبقى 1 على مليون جزء من المتر. النانو متر 1 على مليار من المتر، لأن 9 يعني 1000 مليون، يعني 1000 مليون يعني مليار، يبقى 1 على مليار من المتر. سعة الموجة زي سعة الاهتزازة، هي أقصى إزاحة تصل إليها جزيئات الوسط المادي بعيدا عن موضع السكون. أدي موضع السكون أهو، أقصى إزاحة سواء لأسفل أو لأعلى، دي اسمها سعة الموجة. تقدر سعة الموجة برضو بوحدة المتر. طب سرعة الموجة، أي سرعة في الدنيا بتساوي مسافة على الزمن. فأنا هنا هعملها في مثلث كالعادة زي ما قلنا قبل كده. يبقى أنت عندك السرعة بتساوي المسافة على الزمن، الزمن بيساوي المسافة على السرعة، المسافة بتساوي السرعة في الزمن. يبقى أنت بتعملها في مثلث وتجيب أي حاجة من التلاتة ما فيهاش أي مشكلة. طبعا السرعة بتختلف، الهواء عن الخشب عن المية بيختلف، المادة الصلبة بيبقى أكبر سرعة طبعا من المادة السائلة وأكبر من المادة الغازية، يبقى صلب وبعدين سائل وبعدين غازي. وبتقدر السرعة بوحدة المتر لكل ثانية، يعني متر على ثانية أو متر لكل ثانية. نيجي للتردد. تردد الموجة زي التردد اللي أخدناه قبل كده، عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثواني، هنا عدد الموجات الكاملة على الزمن بالثواني. ويقدر تردد الموجة بوحدة الهرتز، بوحدة الهرتز Hz. في ظاهرة اسمها ظاهرة الرنين، وهي تحطم الأجسام الزجاجية عند اتفاق التردد الطبيعي لها مع تردد مصدر صوتي قريب، نتيجة لزيادة سعة اهتزازتها بشكل كبير. يعني ايه؟ هي بتنكسر ليه الأجزاء؟ قالك لما بيصدر صوت التردد بتاعه نفس التردد الطبيعي للجسم اللي بيتكسر ده، نتيجة زيادة سعة اهتزازها بشكل طبيعي. سعة الاهتزازة بتزيد، اللي هي أقصى إزاحة بتصل إليها جزيئات الوسط. والحكاية دي بتحصل لما مثلا تبقى طيارة معدية تخترق حاجز الصوت، تعدي حاجز الصوت، زي الطيارات بتاعة الجيش مثلا في أثناء ثورة يناير، كانت بتعدي على ميدان التحرير وبتعدي حاجز الصوت، فتكسرت كل الشبابيك الإزاز اللي كانت على الميدان. خلاص؟ طيب نيجي ناخد أسئلة مجاب عنها. قبل ما ناخد الأسئلة المجاب عنها في معلومات إثرائية. بيقول لك إن الضوء المرئي من 380 ل 700 نانومتر، والأشعة تحت الحمراء 10 أس 3 إلى 10 أس 6 نانومتر. الميكروويف اللي هي موجات الميكروويف 10 أس 6 ل 10 أس 9 نانومتر. ده طبعا الطول الموجي بتاعها اللي هي المسافة. احنا قلنا الطول الموجي والمسافة بين قمتين متتاليين أو قاعين متتاليين أو مسافة بين تضاغطين أو تخلخلين. وطبعا هنا في الحالة بتاعتنا ديت الضوء والأشعة تحت الحمراء والميكروويف ديت الطول الموجي بتاعها. قالك المعلومة التانية إن أمواج المد البحري المدمرة اللي هي اسمها تسونامي بيصل طولها الموجي إلى 200 كيلومتر. الطول الموجي يعني المسافة بين قمتين، يعني بين قمة الموجة دي وقمة الموجة اللي بعدها، وسعتها إلى 30 متر. ساعتها يعني الارتفاع بتاعها، ارتفاع الموجة 30 متر، وسرعتها إلى 800 كيلو متر على الساعة. يا الله، كانت سريعة جدا. يعني شوف، تصور 800 كيلو متر على الساعة يعني أسرع من القطر كمان. قالك علل يتحطم الكوب الزجاجي القريب من مصدر صوتي قريب. هنقوله
لاتفاقهما في التردد نتيجة زيادة سعة اهتزاز الكوب بشكل كبير. يبقى لما بيتفقوا في التردد فنتيجة زيادة سعة الاهتزازة بتاعة الكوب بينكسر. قال لك ما معنى قولنا أن سعة موجة ميكانيكية 2 سنتي، هنقوله أي أن أقصى إزاحة تصل إلى جزيئات الوسط بعيدة عن موضع سكونها بتساوي 2 سنتي. 2 سنتي يعني 2/100 من المتر، لأن المتر فيه 100 سنتي. ما معنى قولنا أن المسافة التي تقطعها موجة في الماء خلال دقيقة تساوي 600 متر؟ يبقى أي أن سرعة الموجة ب10 متر على الثانية. طب أنت جبتها منين؟ قسمت ال600 اللي هي المسافة على الزمن اللي هو دقيقة، الدقيقة ب60 ثانية، يبقى 600 على 60 تديني 10 متر لكل ثانية. يبقى عين بتساوي فيها على زين، 600 على 60 تساوي 10 متر للثانية. في تدريب تاني اهوت بيقول لك قارن بين س وصاد، الموجة س وموجة صاد. أول حاجة لو احنا بصينا كده هنلاقي إن دي واخدة 2 متر، السعة بتاعتها سعة الموجة ديت 2 متر، لكن الموجة صاد سعة الموجة بتاعتها 4 متر. لكن هما الاتنين هنلاقي الطول الموجي بتاعهم واحد. يبقى إذا سعة الموجة س اللي هي دي تعادل نصف سعة الموجة صاد، لأن دي ب2 ودي ب4. بينما الطول الموجي لس بيساوي الطول الموجي لصاد، اهو نفس الطول الموجي. خلاص، نيجي لقانون انتشار الأمواج. قانون انتشار الأمواج بيقول لك سرعة الموجة، احنا قلنا السرعة بتساوي المسافة على الزمن. طب لو أنا ما عنديش الحكاية ديت أعمل إيه؟ قال لك تضرب التردد في الطول الموجي، يبقى بتساوي ت في لام. يبقى أنت هتقول عين بتساوي ت في لام، أو ممكن تقولها كلمة على بعضها، كلمة عتل، حتى دي في كلمة في القرآن الكريم. يبقى عين ت لام، العين بتساوي ت في لام، ت اللي هي التردد ولام اللي هي الطول الموجي. خلاص، قال لك يمكن تطبيق قانون انتشار الأمواج على جميع أنواع الموجات، ممكن أطبقه على كله. قال لك تدريب نمرة 5، احسب الطول الموجي بوحدة المتر لموجة ضوء مرئي ترددها 6 في 10 أس 8 هرتز وسرعتها 3 في 10 أس 8 متر أس 8 متر على الثانية. فأنت هتقول لام بتساوي عين على ت، عين اللي هي السرعة اللي هي 3 في 10 أس 8 على ت اللي هي التردد اللي احنا جايبينه 6 في 10 أس 8. يبقى هتقسم هتطير ده مع ده، يبقى 3 على 6 هتديك نص، 5/10 متر. قال لك وقفت فتاة تراقب موجات الماء فشاهدت 4 موجات تمر في 2 ثانية، الطول الموجي لكل منها نص متر. عايز واحد تردد الموجة هيدينا كام وسرعة الموجة هيدينا كام. تردد الموجة طبعا هيدينا 2 هرتز. ازاي؟ احنا تردد الموجة ت بيساوي عدد الموجات الكاملة على الزمن بالثواني. احنا قلنا ان هم 4 موجات والزمن ثانيتين، ال4 موجات في ثانيتين يبقى التردد 2 هرتز، يبقى 4 على 2 يدينا 2 هرتز، يبقى هنختار الاختيار الاول. طب والسرعة؟ السرعة بقى هنجيب التردد اللي احنا جبناه وهنضربوه في الطول الموجي اللي هو مديهوني ب5/10، يبقى عين بتساوي ت في لام، ت اللي هو التردد اللي احنا لسه جايبينه ب2 هرتز في لام الطول الموجي اللي هو ب5/10 متر، يبقى 2 في نص تدينا 1 متر لكل ثانية، يبقى هو الاختيار ده. قال لك من الشكل المقابل، وركز بقى في السؤال ده لأنه مهم وبيجي في الامتحان، هو ده بالظبط. قال لك في الشكل المقابل عايز الطول الموجي، التردد، سعة الموجة، سرعة انتشار الموجة. طيب ناخدها واحدة واحدة. الطول الموجي هو المسافة من قمتين متتاليين أو قاعين متتاليين. هو مديني من أول هنا لحد هنا 4، وساعات يجيبها لك يقول لك من القمة الأولى إلى القمة الثالثة. من القمة الأولى إلى القمة الثالثة تقسم على 2، لأن من هنا لهنا ده طول موجي ومن هنا لهنا ده طول موجي تاني، يبقى ال4 دي تقسمها على 2، يبقى الطول الموجي من القمة للقمة اللي بعدها على طول يبقى ده طول موجي، يبقى يساوي 2. أقسم دول على 2. طب والتردد؟ التردد ده تجيبه بكذا طريقة، يا إما تجيب الزمن الدوري وتجيب 1 على الزمن الدوري، يا إما تقسم عدد الموجات الكاملة على الزمن بالثواني. خلاص؟ طب وسعة الموجة؟ سعة الموجة بتقيس المسافة دي، المسافة دي اهو، يبقى ب1.
متر. طب وسرعة انتشار الموجة هنقوله عين بتساوي ت في لام، التردد اللي احنا جبناه في لام اللي هو الطول الموجي اللي احنا برضو جبناه. طيب نشوف الحل. الطول الموجي لام هتساوي 4 على 2 هتساوي 2 متر، لان انا قلت لك من اول هنا لحد هنا دول 2 طول موجي مش طول موجي واحد، لان الطول الموجي بمسافة بين قمتين متتاليين، يبقى من هنا لحد هنا بس ده هو لام. طب التردد هو الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثواني، او عدد الموجات الكاملة على الزمن بالثواني. مش الاهتزازات بقى، ده هتبقى غلط. نشوف الحل بقى. يبقى الطول الموجي لام بتساوي 4 على 2 بتساوي 2 متر، لأن المسافة بين قمتين متتاليتين هو ده الطول الموجي، لكن هو هنا جايب لي بين القمة الأولى والقمة التالتة، يبقى دول 2 طول موجي مع بعض، يبقى من هنا لهنا بس دول نصهم، الأربعة على 2 تساوي 2 متر. التردد بيساوي عدد الموجات الكاملة على الزمن بالثواني. طب أنا عندي هنا هو مديني المسافة من أول هنا لهنا ب2/10 ثانية. 2/10 ثانية دولت نص موجة، نص موجة. يبقى يا تضربها في 2 تقول 2/10 في 2 تديك 4/10، يبقى ده الزمن الدوري، وتقسم 1 على 1/4/10، يا اما تمشي بالقانون العادي ان دي نص موجة، يبقى هتقول عدد الموجات الكاملة نص موجة على 2/10، يبقى 5/10 على 2/10 اللي هي نص موجة، يعني 5/10 على 2/10 تدينا 2.5 هرتز. يبقى يا اما تجيب الزمن الدوري وتخليه 1 على الزمن الدوري، يا اما خليك في القانون الاسهل اللي هو عدد الموجات الكاملة على الزمن بالثواني، ده نص موجة يبقى 5/10 على 2/10 تساوي 2.5 هرتز، 2.5 هرتز. طب سعة الموجة 1 متر، طبعا الارتفاع ده 1 متر. سرعة انتشار الموجة عين بتساوي ت في لام اللي هو التردد اللي احنا جبناه ب2.5 في الطول الموجي اللي هو ب2، يبقى 2.5 في 2 تدينا 5 متر على الثانية. قال لك أمواج صوتية ترددها 200 هرتز وطولها الموجي في الهواء 1.7 متر، احسب سرعة انتشار الموجة في الهواء اللي هي عين بتساوي ت في لام، والطول الموجي اللي هو لام لو كانت سرعة انتشارها 1500 متر على الثانية. يبقى الحتة اللي تحت ديت تعتبر مسألة لوحدها، ناخدها واحدة واحدة. ناخد أول حاجة اللي هي سرعة انتشار الموجة. هنقول له سرعة انتشار الموجة عين بتساوي ت في لام، يبقى 200 اللي هي التردد في لام اللي هي الطول الموجة 1.7، دي مسألة مباشرة. يبقى 200 في 1.7 هيدينا 340 متر على الثانية. طب نيجي للمسألة اللي تحت اللي تعتبر بمثابة مسألة لوحدها. الطول الموجي في الحالة دي أنا عندي الطول الموجي هيساوي إيه؟ هيساوي عين على ت، يبقى اهي لام هتساوي عين على ت، انت بتحطها في مثلث زي احنا ما قلنا، يبقى انت عين بتساوي ت في لام، لام بتساوي عين على ايه؟ على ت. انت عندك عين اللي هي السرعه اللي هو مديها لك ب 1500 على لام اللي هو الطول الموجي اللي كان معاك من ال معاك من ايه؟ نقوله تاني. يبقى سرعة انتشار الموجة عين بتساوي ت في لام، عين اللي هي سرعة انتشار الموجة هنقولها تاني. أمواج صوتية ترددها 200 هرتز وطولها الموجي في الهواء 1.7 متر، احسب سرعة انتشار الموجة الصوتية في الهواء. 2 الطول الموجي لهذه الموجات عند انتشارها بسرعة 1500 متر على الثانية. يبقى الجزء الثاني ده يعتبر مسألة جديدة، ناخد الأولى ديت الأول ونحلها. هنقول له سرعة انتشار الموجة عين بتساوي ت في لام اللي هو التردد في الطول الموجي، ادي التردد ب200 والطول الموجي ب1.7 متر، يبقى 200 في 1.7 يساوي 340 متر على الثانية. طب المسألة الثانية اللي تعتبر بمثابة مسألة لوحدها، الطول الموجي. الطول الموجي هو لام بتساوي عين على ت اللي هي سرعة انتشار الموجة على التردد. طب سرعة انتشار الموجة بكام؟ ب 1500. ما تكتبليش بقى سرعة انتشار الموجة اللي انت مطلعها ب 340، هو مديها لك هنا ب 1500 على تردد الموجة. التردد طبعا موجود ب 200، يبقى 1500 على 200 تدينا 7.5 متر. مع خالص تمنياتي بالنجاح والتوفيق، اللهم إنا نسألك إيه؟
مع خالص تمنياتي بالنجاح والتوفيق. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما وحش 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 وحش. مع خالص تمنياتي بالنجاح والتوفيق. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم سهل لجميع الطلاب دراستهم ووفقهم ونجحهم يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا عملا وعملا ايه بس. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.